السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي طالب السكندري 2 ومع تقييمات الأسبوع التاسع. ومعنا أول سؤال حضراتكم بيقول لي Which of the following figures represent the relation between the numbers of atoms in gaseous molecule of elements of group 5A and their atomic number. جميل. بص حبايبي احنا اتكلمنا على جروب 5A ودي عبارة عن قلنا 5A وهم 5 elements. كانوا النيتروجين والفوسفورس والارسنك والانتموني والبيزموث. حلو الكلام. قلنا طبعا مبدئيا النيتروجين ده اوريدي جاز مفيش اي مشكلة فيه خالص. الباقي دول سوليدز. بس لما احنا بنسخنهم ونحولهم للفيبر ستيت الفوسفورس والارسنك والانتموني بيبقوا تترا اتوميك والبيزموث بيبقى داي اتوميك. هو بيكلمني هنا في الجاز الستيت بقى بتاعتهم كلهم بقى كده. الارقام بتاعت الاتومز ماشيه ازاي؟ 2 2 بعد كده 4 4 4 2 فبالتالي هتبقى ماشيه كده 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 فالاجابه لتر اي. طيب Which of the following represent the correct order of preparing a gas enter the structure of ammonia? amino acids. ايه الجاز اللي بيدخل في manufacturing او preparation of amino acids؟ هو نيتروجين جاز. حلو الكلام. طبعا حضرتك عشان نحضر النيتروجين جاز بيقول لي كده heating او heat salt beater. ركز في الحته دي مهمه قوي. في حاجه اسمها سولت بيتر وفي حاجه اسمها تشيليان سولت بيتر. السولت بيتر ده اللي هو حبايبي الKNO3 لكن التشيليان سولت بيتر ده NaNO3. فنبص مع بعض كده بيقول لي هو هيت KNO3 بعدين اد هيدروكلوريك اسيد. طبعا سخن ده الاول هيطلع لي KNO2 و O2 وده البالانس بتاعه. then add HCl. هل في ايكويشن عندنا في المنهج بتحط ان البوتاسيوم نيترايت مع الHCl؟ مفيش. دي حاجه تبع ثالثه ثانوي بقى وحته بقى يطلع بقى نيترس اوكسايد والالوان والكلام ده كله دي مش تبعنا خالص. طب هيت سولت بيتر وحط سلفوريك اسيد برضه نفس الكلام هيطلع KNO2 مع سلفوريك اسيد مش عندنا خالص. طيب هيتنج تشيليان سولت بيتر ايوه كده. نيجي هنا من اول الحته دي كده معلش بقى انا عشان يبقى في مكان. التشيليان سولت بيتر اللي هو NaNO3 لما سخنه هيتحول ل NaNO2 ماشي. طيب و O2 طبعا. بعدين حط امونيوم كلورايد سولوشن ذن هيتنج. طيب مش عايز البالانس ده دلوقتي. هناخد الصوديوم نيترايت ونحط عليه حبايبي الامونيوم كلورايد ونسخن. طبعا حبايبي دي تحضير النيتروجين جاز. طبعا هيطلع نيتروجين جاز. قال لي باي داون او داونورد ديسبيسمنت اوف ووتر. صح. طبعا احنا بنحضر يا جماعه النيتروجين باي داون ديسبيسمنت اوف اوف ووتر. فالاجابه لتر سي. نمبر 3 بيقول لي اكس زد واي اكس. ماشي اكس واي زد ماشي. are 3 colorless gases. الاكس produced by heating ammonium chloride with calcium hydroxide. خلي بالك الامونيوم كلورايد دي ليها استخدامين عندنا. اولا لو حطينا عليه حبايبي سليكد لايم او كالسيوم هيدروكسيد بيطلع لي الامونيا جاز. ولو حطينا عليه حبايبي الصوديوم نيترايت بيطلع النيتروجين جاز. خليك عارف دول برضه. فبقول هنا الامونيوم كلورايد مع الكالسيوم هيدروكسيد قلنا هتطلع امونيا جاز. قال لي طب هيتنج امونيوم كلورايد وذ صوديوم نيترايت. ماشي نيتروجين جاز لسه قايلينها. حلو. زد produced from reaction of gas Y with oxygen. مين الواي؟ اللي هو النيتروجين. قال لي سخن النيتروجين مع الاكسجين عن 3000. طبعا حبايبي لو ما عرضناهوش للاير ده هيطلع لي حبايبي NO جاز. Which of the following options describe the method for detecting each of Z and X؟ مين الزد؟ زد هي الامونيا طبعا بالHCl. طبعا الزد اللي هو مين؟ NO. طبعا لو سيبناه في الهواء بتحول ريدش براون. دي اللي علينا بس. هشوف هل هي ماشينا كده ولا ايه. بيقول لي كده passing it على الاكس اللي هو الامونيا في ريد ليتمس سولوشن. ماشي تحول بلو صحيح كويس. زد بيرنج سبلنت. NO نكشف عليها بالبيرنج سبلنت. لا ده بيكشف على الهيدروجين جاز اللي هو بيعمل لي بوب ساوند لما نقربه من عود سخاب مولع. فالاجابه الاولى غلط. نصها صح ونصها غلط طبعا.
قال لي اكس باسنج ايت ثرو بلو ليتمس. لا طبعا يا جماعه هي الامونيا عندها الكلاين افكت، فنحطها في الريد تبقى بلو، لكن نحطها في البلو هتستيل بلو، ما حصلناش اي حاجه، يبقى بايظه. النص التاني اكسبوزنج ات تو اير، النص التاني صح، عوض او اعرض الان او للاير. طيب سي اكسبوزنج ات تو جلاس رود with hydrochloric acid، طبعا مع الهيدروكلوريك اسيد بيدينا وايت فيومز تمشي. قال لي بيرنينج سبلنت، قلنا لا طبعا مش هتنفع. مفيش اخر واحده بقى exposing it to glass rod wetted with او wet with hydrochloric acid صح، exposing to air مظبوط عشان يتحول ل NO2 جاز اللي هو ريدش براون، يبقى الاجابه دي مظبوطه. السؤال اللي بعديه بيقول لي امونيوم نيترايت سخنها. طبعا يا جماعه الامونيوم نيترايت لما بتسخن ان بتمسك في الان تطلع نيتروجين جاز، مع المغنيسيوم ام جي مع ان 2 قلنا حبايبي يدينا مغنيسيوم نيترايد ام جي 3 ان 2. مع الميه قلنا اي نيترايت في الميه امونيا، اي نيترايت في الميه ايه امونيا. which of the following represents x and y؟ الاكس هو نيتروجين، الواي مغنيسيوم نيترايد. ماشي. الاكس جاز used in Haber-Bosch process to produce ammonia. الاكس طبعا ده بيصنعني حبايبي الامونيا مظبوط. زد ايه وعايز الواي، ايه ده كله اكس زد اكس زد اكس زد، معلش يا جماعه يبقى قصده هنا زد، معلش صلحوه. الزد ده كلرلس، مين الزد هنا؟ الامونيا بقى، خلاص مش عايزين الامونيا. كلرلس صح، اودرلس حرام عليك دي بانجنت اودر، حته صعبه جدا، يبقى دي غلط. اكس جاز هاز نيوترال افكت اون ليتمس، طبعا نيتروجين جاز عنده نيوترال افكت اون ليتمس. هايلي سوليبل ان ووتر، غلط، ده ليه سوليبل ان ووتر، فبالتالي كده باظت. زد قال لي جاز formed by replacing magnesium with lithium in diagram. لا ما هنا يعتبر تبديل هو اللي produced ولا ايه؟ هو الجاز فورمد ممكن يتحرك برضه حبايبي، يطلع صح برضه لو بدلنا الليثيوم بالمغنيسيوم، الاتنين ميتال يطلعوا المغنيسيوم نيترايد وفي الميه يطلع امونيا. ماشي. الجاز اكس هاز نيوترال افكت اون ليتمس صح، insoluble صح، يعني سبرينج سوليبل ماشي. قال الزد جاز للامونيا هايلي سوليبل ووتر صح، عنده الكالين افكت ليتمس صح، فبالتالي اجابه سي مظبوطه. اذا الباقي المفروض هتبقى حاجات غلط. طيب all of the following chemical reaction produce a gas that form white fumes. بقول حبايبي احنا عندنا كل دول produce white fumes when exposed to glass rod wet with hydrochloric acid except. طيب هو مين اللي بيعمل وايت فيومز مع الهيدروكلوريك اسيد؟ الامونيا. يبقى كل الاختيارات دي تطلع امونيا ما عدا واحد نطلعها بره. بيقول لك كده ندوب dissolution of magnesium nitride in water، طبعا قلنا اي نيترايت في الميه تطلع امونيا، حلو الكلام، دي صح. هيتنج الامونيوم كلورايد مع سليكد لايم، احنا قلناها من شويه، يطلع لي امونيا جاز، مظبوط دي صح. decomposition of ammonium nitride، لا دي غلط، هتطلع نيتروجين جاز مش امونيا جاز، فالاجابه لتر سي. راجع الايكويشنز. طيب which of the following doesn't represent the correct sequence of chemical processes for preparing nitrogen fertilizer؟ احنا عايزين نحضر نيتروجين فرتلايزر، عندنا امونيوم نيتريت، امونيوم سلفيت، وامونيوم فوسفيت. بيقول مين في دول مش انا بقول مش ريبريزنت، مش هتحضر نيتروجينس فرتلايزر. تعال نشوف هو الفرتلايزر دوت انا محتاج ايه يا جماعه. تعال نشوف كده، اهم حاجه اخر خطوه، ممكن قد نثبت حاجات او ماشي ممكن قد تساعدنا نفس السيستم بتاع ثالثه ثانوي وبنمشي بيه في هوكاني وبتين. اول حاجه انت لازم عشان نجيب اي فرتلايزر بنجيب الامونيا ونحط عليه الاسيد المناسب، امونيا مع نيتريك اسيد، امونيوم نيتريت، امونيا مع سلفيوريك اسيد، امونيوم سلفيت، امونيا مع فوسفوريك اسيد، امونيوم فوسفيت. فهنا اخر خطوه نيتريك اسيد، وهنا نيتريك اسيد، هنا وز فوسفوريك اسيد، وهنا سلفوريك اسيد، كلهم ماشي. طب طبعا نمشي بقى ايه من الاول. هيتنج صوديوم نيترايت مع امونيوم كلورايد هيطلع نيتروجين جاز. رياكشن وذ اوكسجين هتطلع ان او جاز، لا يبقى مش هينفع، احنا عايزين امونيا مع النيتريك اسيد مثلا. هيتنج الصوديوم نيترايت امونيوم كلورايد طلع نيتروجين جاز، مظبوط. رياكشن وذ هيدروجين صح، الان 2 مع الهيدروجين طلع امونيا. رياكشن وذ نيتريك اسيد صح، عايزين مكان فاضي. طب الباقي طبعا
هيبقى مش مظبوط، صح كده؟ بقول عايز doesn't. سوري يا شباب، انا اللي تهت منكم، عايز doesn't، فطبعا doesn't هي اول اجابه. اول اجابه doesn't، فخلاص خلصانه. لكن بقى طبعا الباقي يحضر بقى النيتريك اسيد. المفروض هنا heating magnesium metal with nitrogen يدينا magnesium nitride. dissolving the product in water، طبعا اي نيترايت في الميه يديك امونيا، ماشي. الامونيا مع الفوسفوريك هدينا امونيوم فوسفات. وان شاء الله لو في فرصه اعرفكم نكتب الحاجات دي ازاي حسب الاسئله. اذا حبايبي برضو دي صح، انا عايز اجيبها غلط طبعا، دي صح ودي صح. وليتر دي طبعا تبقى صح. هنا الكالسيوم هيدروكسيد مع امونيوم كلورايد نسخنهم يديك امونيا جاز. باسنج اوفر كالسيوم اوكسيد طبعا عشان نتخلص من الميه. وبعدين سلفوريك اسيد هنا امونيوم صلفيت، مظبوط. يبقى برضه الاجابه دي صح، فما اخترناش، اخترنا الاجابه الخطا. Which of the following explains why retard with glass stopper is used when preparing nitric acid in lab؟ في تحضير حبيبي النيتريك اسيد قلنا ده سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. الاسيد دوت بياكل الرابر، فاحنا غلط لو استخدمناه. يبقى احنا بنحط حاجه ومش هنستخدم او مش هنستفيد منها بحاجه، فبنحط الستوبر بتبقى ازاز عشان هو ما بيتفاعلش مع الاسيد. بيقول كده عشان نيتريك اسيد is volatile gas، ملهاش علاقه ان هو فولاتايل مش فولاتايل. النيتريك اسيد فيبرز ار سترونج اوكسيدايزنج ايجنت كوز رابر ستوبر كرود. طبعا هيعمل تآكل في الرابر. يبقى الاجابه لتر بي. 8 بيقول لي كده which of the following describe the method obtaining fertilizer containing two elements of group 5A. انت عندك elements بتاعت 5A عباره عن ايه؟ نيتروجين، فوسفورس، ارسينيك، انتموني، وبزمث. حضرتك لو بصينا عليهم انت عندك هنا النيتروجين والفوسفورس بيخشوا في صناعه الفيرتلايزرز حبايبي عشان دول essential elements for plant. مين عنده ال N وال P؟ الامونيوم فوسفات. نجيب الامونيا مع الفوسفوريك اسيد. يبقى احنا عايزين السلفوريك اسيد غلط وسلفوريك اسيد غلط، يبقى اذا الاجابه فوسفوريك وفوسفوريك. تعال نشوف. يبقى اذا دي خلاص طلعت اوت عشان فيها سلفوريك، ودي برضو اوت. Letter B reaction the gas produced from thermal decomposition of nitric acid with phosphoric. تعالى هو النيتريك اسيد لما بيتكسر بيطلع كام ريزلت؟ بيطلع 3 اهو زي ما حفظت لكم في الحصه حبايبي. النيتريك اسيد لما بتسخن عند اكتر من 100 درجه ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لي، قلنا يطلع 3 ريزلتس. لازم يطلع ميه ونيتروجين اوكسايد، وعشان هو لوحده يطلع اكسجين جاز. طيب قلنا عشان النيتريك اسيد كونك يبقى لازم الاكسيد يطلع نيتروجين دايوكسيد. طيب البالانس 4 اتش يبقى هنا 2، 4 ان يبقى هنا 4، فطلع لي اكسجين جاز ونيتروجين دايوكسيد جاز، ودول عمرهم ما يطلعوا لي حبايبي الفيرتلايزر، فالاجابه خطا. اذا مفيش غير اللتر دي بس، نتاكد مع بعض. the reaction of the gas produced from heating ammonium chloride مع ستيك درايم. طبعا دي الامونيا مع فوسفوريك اللي هي H3PO4. وجات اللي انا عايز اقول لكم عليها حبايبي اهو. هعلمك دلوقتي ازاي تكتب الايكويشن بتاع الفيرتلايزر بسهوله خالص، بالانسد وكل حاجه. احنا عندنا قناعه ان ال NH3 بتمسك في ال H بتاعت الاسيد، ال H بوزيتيف تعمل امونيوم ايون باي كوردينيت بوند. فده اللي هيحصل دلوقتي. الامونيا هتمسك في ال H بتاعت الاسيد تعملي امونيوم ونزل الفوسفات. بص الخطوه اللي جايه دي، انا عندي كام اتش في الاسيد؟ 3 اتش. يبقى حضرتك يبقى البالانس هنا 3 وهنا اول باي 3. كده كتبنا الايكويشن صح وبالانس، والباقي بنفس الطريقه. study the following diagram. بقول يا حبايبي هنا الشكل اللي قدامك دوت معايا اكس ومعايا طبعا حاطين عليه اكسجين. طبعا ادم 3000 ديجري سيلسيوس ده النيتروجين، مع الاكسجين هيطلع لي NO جاز، ومع الاكسجين تاني الاير هيطلع لي NO2 جاز. ماشي. If you know that element X can be prepared synthetically by fractional distillation of liquid air. النيتروجين بيتحضر من liquid air. طبعا يا جماعه ده يبقى ده اكيد النيتروجين، زائد التاكيد منه ان هو بيتحضر من liquid air اللي هو النيتروجين. مين في دول option represent the oxidation number of this element in the previous diagram in order from، عايز من الواي للاكس، من الواي الNO للN2. طيب
من ال NO حبايبي حضرتك طبعا ال O بنيجاتيف 2 يبقى ال N بوزيتيف 2. خلصانة. وال N طبعا النيتروجين حبايبي ده أي إيلمنت لوحده بزيرو، يبقى قيمته بكام؟ بزيرو. يبقى من 2 ل0. إيه ده؟ ده جايب 3 حالات. يبقى عايز مثلا ماشي، يبقى عايز زد واي اكس او اكس واي زد، هحط كمان الزد بقى، يبقى من الزد. طيب هو احنا عندنا الزد هنا طبعا NO2 تبقى بوزيتيف 4 اهي ال NO2. طبعا يا حبايبي الحته دي كده 2 باي نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4 يبقى ال N بوزيتيف 4 يبقى بوزيتيف 4 بوزيتيف 2 0. بس يبقى يا جماعه حتى السهم معمول غلط، هي من الاكس للزد. يبقى انا غير يا جماعه الواي خليها زد وخلي السهم ماشي من الاكس للزد عشان بادئ من الزيرو لحد بوزيتيف 4. الاجابه لتر سي. عادي يا جماعه ساعات في الكتابه التايبست بيكتب غلط ولا حاجه، مش مشكله. which of the following explains the appearance of reddish brown fumes. ده ال NO2 جاز، ده هو reddish brown fumes in a nitric acid preparation. ايه اللي بيشرح ظهور ال NO2 جاز ده؟ لو اللي بيسخن او بيحضر نيتريك اسيد سخن اكتر من 100. قال heating to a temperature higher than 100. صح، الاجابه الاولى صح. هنا يا جماعه في تحضير النيتريك اسيد تمبريتشر ما تزيدش عن 100، عشان لو زادت عن 100 بتعمل ديكومبوزيشن الاسيد وتحول انتو اكسجين نيتروجين دايوكسيد ووتر فيبر. طيب يبقى كده حبايبي اذا دخلنا بقى خلاص على التقييمات. بقول حبايبي state the scientific reason and give reason. The gas produced by reaction between ammonium chloride و sodium nitrite اللي هو النيتروجين يعني collected by displacing water downward. بتحضر في الميه but can't be collected by displacing air upward. ليه بنحضره في الميه؟ هقول له because it is insoluble in water، عشان مش بيدوب في الميه. ادام الحاجه حضرناها في الميه يبقى مش بيدوب في الميه. طيب ما ينفعش نحضرها by upward of air. يعني لو احنا حضرناها والكوبايه مفتوحه لفوق كده حبايبي في مشكله. ادي الكوبايه مفتوحه فطبعا النيتروجين الخفيف هيطلع فوق، بس برضو النيتروجين والاير قريبين من بعض شويه فبيختلطوا ببعض. فهو المفروض اقول عشان and lighter than air، اخف من الهواء. which may be mixed. ممكن يختلطوا ببعض وهنعمل الفرق بينهم بسيط، فمش هنعرف حتى احنا عشان نفصلهم عن بعض حبايبي. نفصلهم ازاي؟ عشان نفصلهم لازم نخليهم بالفراكشن ديستيليشن اوف ليكويد لازم نعملهم بقى اندر فيري لو تمبريتشر عشان نبدا نحوله ليكويد ستيت ونفصلهم عن بعض. فبالتالي عشان هو اخف من الهواء which may be mixed هيبقوا خليط من بعض عشان مش هيقدر نفصلهم عن بعض غير لما يتحول ليكويد اير. طيب from the following diagram قال لي الجاز M turns reddish brown when exposed to air. طيب هنا حبايبي بقى جايب النيتروجين جاز اهو وسخناه مع الزد، فقول كده الام ده اللي هو بيتحول لريدش براون في الاير يبقى ده NO اللي هو بيتحول ل NO2 في الاير. طب امشي يمين بقى حطيناه مع الاكس في الكتريك سبارك، ده الهيدروجين يتحول لامونيا. mention the name of industrial method for preparing Y الامونيا. industrial يبقى هابر بوش، وعايز الايكويشن. ماشي، اولا دي حبايبي اسمها هابر بوش ميثود، ودي حبايبي خلي بالكم عندكم في ثالثه ثانوي الايكويشن دي. هنجيب النيتروجين جاز نحط عليها 3 مول من الهيدروجين جاز، عشان تطلع الامونيا لازم نحط هنا حبايبي فيمو ككاتاليست ونسخن عند 500 درجة و200 اتموسفيريك بريشر. دي تحضير الامونيا في الاندستري. write chemical equation illustrating the use of Y من Y الامونيا preparing a fertilizer containing nitrogen that has both
positive and negative oxidation state. يعني عايز احضر كومباوند فيرتلايزر عنده الان في انين، ان مره بالبوزيتيف وان مره بالنيجاتيف. طبعا ده ما هو الفيرتلايزرز عندنا ايه هما؟ لا اما امونيوم نيتريت ادي واحد، ده اللي قصده عليه طبعا هنا، لا اما امونيوم سلفيت، لا اما امونيوم فوسفيت. ماشي؟ اذا انا عايز الامونيوم نيتريت، فنجيب حبايبي ايه الامونيا، حط عليها نيتريك اسيد، سهله خالص. ال NH3 تمسك في ال H تعمل لي امونيوم ايون، وده النيتريت ايون. هنا ال N بالنيجاتيف سوري بالبوزيتيف، وهنا ال N بالايه؟ بالنيجاتيف. عشان ال N مع ال H على طول يا حبيبي، ال N مع ال H بتبقى ال N بالنيجاتيف عشان هي هاير نيجاتيفيتي، مع ال O تبقى لور. يعني بص يا حبايبي اعتبر كده دي النيتروجين هي في النص اهي، مع ال O ال O اعلى نيجاتيفيتي يبقى ال O نيجاتيف وال N بوزيتيف. طب لما اوصلها مع الهيدروجين، الهيدروجين لور نيجاتيفيتي تاخد بوزيتيف، والان هاير نيجاتيفيتي تاخد الايه؟ النيجاتيف. طيب choose the correct answer. which of the following oxides doesn't ما تتفاعلش مع الصوديوم هيدروكسيد؟ هو الصوديوم هيدروكسيد ده يا حبيبي ده بيز، يبقى اذا نحط عليه بيز مش هيتفاعل. نيتروجين بنت اوكسيد ده اسيدك، ده يتفاعل، عايزين ما يتفاعلش. فوسفورس بنت اوكسيد اسيدك برضو يتفاعل. ارسينيك بنت اوكسيد ده اسيدك برضو يتفاعل. بيزموث بنت اوكسيد ده يا حبيبي ما يتفاعلش، ده بيزك، فبالتالي نختار الاجابه لتر دي، ده اللي مش هيتفاعل فنختاره. which of the following compound solution is the strongest base؟ مين اقوى بيز في دول؟ دول هيدرايدز حبايبي. الناس اللي كانت معايا في الحصه فاكره لما قلنا يا جماعه ال NH3PH3 ASH3 وانت نازل كده SBH3 حضرتك، واحنا نازلين لتحت بص معايا كده الاستابيليتي والبولاريتي، وعندنا كمان كانت السوليابيليتي والبيزك بروبرتي، كل دول كانوا بيقلوا. اذا ال NH3 اعلى واحد، ال SPH3 اقل واحد، فبالتالي حضرتك عايز الاعلى الاقوى، يبقى اذا ال NH3 يبقى الاجابه لتر سي. كده اول موديل. لتر بي scientific reason give reason reddish brown fumes. مين هو reddish brown fumes؟ اللي هي ال NO2 appearing in the nitric acid preparation. في تحديد نيتريك اسيد ايه اللي ظهر reddish brown؟ قلناها من شويه because the temperature above 100 degrees Celsius causes هتساب حبايبي decomposition of acid into nitrogen dioxide. طبعا nitrogen dioxide هو ده الايه؟ ولو عايز الايكويشن بتاعتها حبايبي، الايكويشن هي اللي هي كاتبينها من شويه 4HNO3 زياده اطمئنان معاه، الهيت اكبر من 100 حبايبي هطلع لي 2 من H2O وحضرتك ال 4NO2 والاكسجين جاز. السؤال ده شكله متكرر معانا بقى، النيتروجين مع الزد احنا قلنا نفس الفكره بتاعتنا ريدش براون، يبقى ده ال NO وده الكتريك سبارك دي الامونيا. ماشي، يبقى اذا راس السؤال ثابت، يبقى الاسئله الثانيه مختلفه. write the chemical equation showing the production of gas Z from nitric acid. مين الجاز Z؟ ده الاكسجين، لسه كاتبينها فوق والله اهو. هنجيب ال 4HNO3 نسخن عند اكتر من 100 درجه، هيطلع لي 2 ميه 4NO2 و O2. write the chemical equation showing the use of Y in preparation of fertilizer containing 2 elements of 5A. قلناها من شويه، ده كان الامونيوم فوسفيت. طب عايز الايكويشن. قلنا حبايبي اي فرتلايزر هنجيب الامونيا ونحط الاسيد المناسب H3 مثلا PO4. عودتكم نعمل ايه؟ قلنا ال NH3 بتمسك في ال H، يبقى NH
4 والبي او 4. ركز بقى في الحته اللي عاملها الحته الجامده دي كده. انت عندك في الاسيد كام اتش؟ 3 اتش، يبقى البالانس هنا 3 بتاع الامونيا وهنا اول باي 3، وبقت سهله خالص. which of the following oxides react with acids؟ مين في دول يتفاعل مع الاسيد؟ يبقى حاجه بيزك، حاجه امفوتيريك، عشان بقى خلاص خدنا بالنا من السؤال اللي فات. احنا عندنا ان هم قلنا حبايبي اول 3 اسيدك والرابع كان امفوتيريك والاخير كان بيزك. النيتروجين ترايكسايد ده اسيدك، انا معاك اللي كان مكتوب بنتوكسايد، ما هو نيتروجين سواء ترايكسايد او بنتوكسايد اسيدك. فوسفورس بنتوكسايد اسيدك، ارسينيك بنتوكسايد اسيدك، انتيموني ترايكسايد ده امفوتيريك، لازم ده يتفاعل مع الاسيد. مين في دول اعلى ستابيليتي؟ احنا قلنا يا جماعه اعلى ستابيليتي اللي هو الامونيا، سي برضه. الموديل اللي بعديه scientific reason برضه don't use rubber stopper when preparing nitric acid. اقول له because HNO3 is an oxidizing agent causes decaying أو corrosion، أسهل corrosion تآكل of stopper اللي هي made of ايه؟ of rubber. طيب دي دبل بي يا جماعة، ماشي اهي corrosion، بس مفيش مكان اهي corrosion of rubber stopper. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي حبايبي نيتروجين، عندنا هنا النيتروجين جاز مع الاكسجين، وهنا نيتروجين اوكسايد، وهنا الامونيا. طيب write chemical equation showing the production of gas Z. مين جاز زد؟ الاكسجين. بيطلعوا ازاي من نيتريك اسيد؟ قلنا حبايبي الديكومبوزيشن بتاعت النيتريك اسيد، كونك نيتريك اسيد، والتمبريتشر كانت اكتر من 100 ديجري سيلسيوس، كان بيتحول لي انا حفظتها معاك اهو 2 ميه و4 NO2 و O2. طب write a chemical equation illustrating the use of Y هي الامونيا preparation of fertilizer او fertilizer containing element of 6A. وهم 3 fertilizer، امونيوم نيتريت، هو ال N هنا وال N هنا موجودين في جروب 5A. قال لي جروب 6A اللي هو قصده على السلفر، فقصده هنا نجيب الامونيا مع السلفوريك اسيد عشان الاس موجوده في جروب 6A. علمتكم ال NH3 تمسك في ال H يبقى NH4، ونزل SO4، وزي ما قلت لكم 2H يبقى البالانس هنا 2 وهنا all by 2. بس يا باشا. Question to choose the correct answer. Which of the following oxide doesn't react؟ ما يتفاعلش مع الاسيدز، يبقى هو اسيدك. بيزمس بنتوكسايد لا، ده حبايبي بيزك. فوسفورس بنتوكسايد ده مش هيتفاعل، فاختار الاجابه لتر بي. ماشي. طيب السؤال اللي بعديه which of the following compound is the least thermal stable؟ اقل stability، يبقى كان اخر واحد، يبقى اذا ده اعلى واحد، اقل ده اقلست اللي هو مين؟ ستابين. يبقى الستابين ده اقل ايه؟ واحد. لو تفتكروا حبيبي كانت هو ال NH3 وال PH3، وعندنا حبايبي ال ASH3 وال SBH3، ده كان اخر واحد، فده اقل واحد. كده الحمد لله رب العالمين خلصت تقييمات الاسبوع التاسع. اشوفكم على خير ان شاء الله في تقييم جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.